انا عارف ان انت مخنوق زيك زي بالظبط، احنا الاتنين مخنوقين ومش طايقين نفسنا، والواحد من كتر ما هو مخنوق لا كان عايز يعمل فيديو على الماتش ولا نيله ولا كان له لازمه اصلا الكلام عن الماتش، مفيش حاجه نتكلم عنها. بس اللي انا عايز اتكلم عنه هي تصريحات مارسيل كولر بعد الماتش، لان اللي اغرب من اللي كولر عمله في الماتش هي تصريحات كولر بعد الماتش. فاطلب لك كوبايه قهوه حلوه على حسابي ويلا بينا نخش في الموضوع. تشرب حاجه ساعه لو سمحت، وعندك واحد شاي معلش. زي ما قلت لك كده في المقدمه، الماتش ما فيهوش كلام كتير يتقال. الاهلي كان عنده غيابات كتير، وفي ظل غيابات الاساسيات والثوابت مارسيل كولر لجأ للاختراعات. تقريبا كان فاهم ان اللي هيكسب الماتش هياخد جايزه نوبل او حاجه، فراح عامل لنا شويه اختراعات في التشكيله مفيش بعد كده. يعني على راي الكابتن ايمن يونس فيلسوف التحليل هو وكباتننا الكبار في الاستوديو، قال لك ده لو جوزيه جوميز مدرب الزمالك هو اللي حط التشكيله دي مش هيحطها بالحلاوه دي. بس عموما الاخطاء وارده، كلنا بنغلط واي حد ممكن يغلط والغلطه تعدي. اللي اسوأ من الغلط هو تبرير الغلط، اللي اسوأ من الغلط هو تلبسنا الغلط، هو تشييلنا الغلط او تشيل اي حد حواليك الغلط، انك ما تشيلش مسؤوليه غلطك وما تشيلش مسؤوليه نفسك. هو ده اللي عمله مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي بعد الماتش. كولر بعد الماتش قال لك الخساره من الزمالك هي مسؤوليه الجميع ومسؤوليتنا جميعا كفريق. لا معلش انا اسف، انا ما اشتريتش، انا ما لبستش. انت عندك ناقص، عندك 8 لعيبه اساسيين غايبين، عندك على راسي. ما عندكش مدافع غير رامي ربيعه فلبسناه باخطائه وبلاويه اللي عملها امبارح، متفهم ده جدا. لكن هو مين اللي مسؤول عن غلطه لعب طاهر محمد طاهر؟ هو مين المسؤول عن ان طاهر محمد طاهر ده بياخد فرص من اول الموسم مفيش حد في الكوكب خدها؟ ايه اللي اداهولك طاهر من اول الموسم في كل المرات اللي انت جربته فيها عشان تديله الماتش ده؟ الناحيه التانيه واحد زي كريم فؤاد هو مستبعد بره القايمه تماما بتاع الماتش لاسباب فنيه. دي حاجات غريبه، دي حاجات عجيبه انا مش فاهمها من مارسيل كولر. الحاجه التانيه، المنتظر من انتوني موديست انه ينزل كل ماتش يبدا اساسي؟ راجل في السن ده وباللياقه دي انت مستني منه ايه؟ مستني منه يعمل ايه؟ مستني منه الحرق والفرق مثلا اللي اسامه ابو علي عملهم اول ما نزل، او اللي اسامه ابو علي بيعملهم عموما؟ انت كنت شايف ان موديست هيديك ايه في الملعب فعشان كده لعبته. الحاجه الثالثه، عمر كمال في ماتش زد احسن لاعب في المباراه وهو باك رايت، وهو ده مركزه الطبيعي واحسن مكان عمر كمال بيدي فيه. لازمته ايه بقى فتحي والاختراعات النهارده ولعب محمد هاني وقدامه عمر كمال؟ واصلا انا عايز العب عمر كمال جناح، اصلا انا ما جربتوش. انت مفيش حته ما جربتش فيها عمر كمال. باك شمال لعب، باك يمين لعب، مساك لعب، معرفش ليه. وادي النهارده جناح بيلعب في كرسي هنا جنبي، لو عايز تحطه عليه تجربوا فيه برضه، تقعدوا على الكرسي دوت تشوفوا عمر كمال هينفع في الكرسي ده ولا لا. تعالى جربه. فدي 3 اخطاء انت عملتها في التشكيل. رجعت بعد كده تحاول بقى تلملم في الماتش، رجعت بعد كده بقى تعمل تغييرات بدري. انا اول مره اشوف كولر بيعمل تغييرات مع بدايه الشوط الثاني عموما يعني. فانت بقى رجعت تلملم بعد كده، بعد ما كنا لبسنا، بعد ما الزمالك اصلا في ماتش مش قادر يعمل قدامك حاجه ونزل قدامك مهزوز وخايف، وانت ركبته الماتش وفوقته واديته الكوره وقلت له العب يا زمالك وفوق يا زمالك، والزمالك قادم. ده اللي كان ناقص تقوله له كولر. دي كانت اول حاجه اتقالت في المؤتمر الصحفي عجيبه. الحاجه الثانيه بقى قال لك ايه؟ قال لك اذا اجريت التغييرات مبكرا تشتكون، واذا اجريت التغييرات متاخرا تشتكون ايضا. ده العيب طلع فينا احنا، طلعنا احنا اللي بنخترع بقى، مش انت ولا اللعيبه زي ما قلت كده، مسؤوليتنا جميعا. لا احنا اللي بنشتكي غلط، احنا اللي فاهمين غلط. انت بتعمل التغييرات متاخرا في ماتش اللعيبه فيه مش قادره تلعب، فانت ما بتغيرش حد وسايبهم كلهم زي ما هم، ودي مشكلتنا احنا اللي غلطانين ان احنا بنشتكي. طب ماشي، في ماتش امبارح انت بتعمل التغييرات بدري عشان تلم العك اللي بداته في اول التشكيله وتقول ان احنا بنشتكي. لا هو احنا مش بنشتكي من التغييرات المبكره، احنا بنشتكي من العك اللي ابتدينا بيه. بنشتكي من لعيب عمره ما ادالك اي حاجه وانت تنزله في ماتش زي ده، وكل ماتش بتنزله زي طاهر محمد طاهر. بنشتكي من لعيب ما بيقدرش يلعب مهاجم صندوق لوحده وانت مصر تلعبه مهاجم صندوق لوحده زي انتوني موديست. لعيب زي انتوني موديست ده ينزل لك اخر ربع ساعه لو انت مزنوق في النتيجه، ينزل كده يعمل زي ماتش زد، يقف يسند كرة لأسامة أبو علي وأسامة أبو علي يحطها، يقف مع مدافع، يقف ياخد مدافع ويفضي مساحة للعيب تاني. هو ده اللي يقدر عليه في سنه ده وفي إمكانياته دي. إنما أنت عايزه يلعب مهاجم لوحده ويحرق وينطر كده ويجري زي النحلة في كل حتة، انسى. فدي مشكلتك، فدي غلطتك. فاحنا مش بنشتكي وخلاص، احنا بنشتكي من أخطاء أنت عملتها يا مارسيل يا كولر.